خليني اسالك سؤال وبلاش تجاوب بسرعه، بالراحه. اهدى. اخر مره كتبت امتى؟ من شويه ولا امبارح ولا يمكن وانت بتسمع السؤال ده؟ انت بتكذب ليه؟ علشان تنقذ نفسك ولا عشان تكسب ولا عشان تخبي حقيقه عن نفسك؟ الكذب مش كلمه، الكذب اختيار، وكل اختيار ليه تمن. احنا بنحب نصغر الموضوع، بنقول كدبه بيضه مش مهمه، معلش دي بسيطه، بس خليني اسالك، هي بيضه عند مين؟ الكدبه مهما كانت صغيره تدريب على انك تزور الواقع، تدريب على انك تعيش نسخه مش حقيقه منك، واخطر حاجه انك تتعود. فاكر اول مره كتبت وانت صغير؟ كان في خوف، كان في ارتباك، كان في احساس انك عملت حاجه غلط. دلوقتي تكذب عادي وانت ثابت، عينك في عين اللي قدامك وصوتك واثق. ايه اللي حصل؟ احساس الذنب قل لحد ما اختفى. انت ممكن تكذب على الناس، بس الاصعب انك تكذب على نفسك. لما تقول انا مضطر وانت مش مضطر، لما تقول مش بايدي وانت بايدك، لما تقنع نفسك انك مظلوم وانت جزء من المشكله. اخطر كذبه هي اللي بتصدقها. خوف من ايه؟ خوف تخسر ولا خوف تتفضح ولا خوف تبقى اقل؟ الكذب ساعات بيحسسك انك قوي، انك مسيطر، بس الحقيقه اللي بيكذب دايما قلقان، خايف الحقيقه تظهر، خايف يتكشف. الصدق ممكن يكون بيوجع في اللحظه، الكذب بيوجع طول الوقت. السوشيال ميديا مليانه نسخ مش حقيقيه، ناس سعيده طول الوقت، ناس ناجحه طول الوقت، ناس مثاليه طول الوقت. احنا بقى بنكذب علشان نبان زيهم، بس الحقيقه اللي بيعيش بصوره مش حقيقيه بيتوه. كل ما تبعد عن حقيقتك كل ما تحس انك مش مرتاح. مفيش كذبه بتيجي لوحدها، كل كذبه بتيجي وراها كدبه تانية عشان تغطيها، لحد ما تلاقي نفسك عايش في شبكه ومش فاكر الحقيقه كانت ايه. اصعب لحظه لما تبص لنفسك وما تبقاش عارف انت بجد مين. الصدق مش سهل، يمكن تخسر فرصه، يمكن حد يزعل، يمكن صورتك تتاثر، بس هتكسب حاجه اهم، الراحه. انك مش محتاج تمثل، انك مش محتاج تالف قصه، انك مش محتاج تخاف. الصدق بيحرر. تخيل ان كل كلمه قلتها مكتوبه، كل وعد خلفته متسجل، كل مره كذبت متوثقه. السؤال بقى مش كذبت قد ايه، السؤال هتفضل كده لحد امتى؟ الحقيقه يمكن تكون تقيله بس الكذب اتقل. يمكن الصدق بيكسرك لحظه بس الكذب بيكسر على طول. في يوم مش هينفع تقول كنت بهزر، ما كنتش اقصد. هيبقى في حاجه واحده بس، الحق. انا نادر، والفيديو ده مش عشان نفتح كذب بعض، الفيديو ده علشان نفكر بعض. احنا مش محتاجين نكذب عشان نبقى مقبولين. لو حسيت ان الوقت جه عشان نبطل تمثيل، يا ريت تكتب لي كومنت باي كذبه اثرت في حياتك وغيرتها، عشان نعرف الناس قد ايه الكذب صعب. ونشارك الفيديو مع اي حد يمكن يكون تعبان من الكذب، يمكن يكون مستني يسمع كلمه تفوقه. رمضان فرصه ان نرجع صادقين قبل ما يجي يوم الحياه فيه تبقى اجباريه.